عربيات تسلا مش بس كهرباء، دي كمان بتشوف العفاريت. تسلا كالعادة حبت تبتكر شيء جديد من خلال العربيات اللي بتصنعها. ايلون ماسك بقى احنا عارفين انه طائق وبيحب دايما يبقى ترند والناس تتكلم عليه. تسلا قررت تعمل ابتكار علشان تبقى حماية لمالكيها، ولكن اللي حصل ان الابتكار ده كان الأسوأ في العالم ورعب كل حد ركب عربية تسلا. الكام شهر اللي فاتوا كان في حالة جدل كبيرة في الولايات المتحدة، بالتحديد بسبب عربيات تسلا الجديدة. شركة تسلا صنعت عربية فيها تقنيات قوية بحساسات ومجسات بترصد أي جسم ماشي قدام العربية، وأشعة فوق حمراء وتحت بنفسجية وخضراء وفستقي وكل ألوان الأشعة. لو صاحب العربية نام مثلا فالحساسات هنا بتدي إشارة للعربية إنها تقف علشان تتفادى الحوادث. وكمان من مميزاتها إن الشخص اللي سايق لو حصل له أي مشكلة أو تعب مثلا فممكن كمان العربية تسوق لوحدها حسب المكان اللي الشخص عاوز يروح. عايزين حاجة كده تودي العالم مدرسة. كل ده مش غريب على تسلا وافتكاسات ايلون ماسك، لكن الغريب فعلا ان بدل ما العربية تعمل لها ضجة عشان مميزاتها، الناس اللي اشترت العربية اكتشفوا ان العربية بدل ما ترصد اي شخص يقف قصاد العربية زي ما هم عارفين، لقوا ان العربية بترصد كائنات مش موجودة اساسا وبتقف فعلا. وشاشة بترصد أجسام غريبة مش بني آدمين ولا أي أجسام شكلها معروف لينا كبشر، والكائنات دي ما بتبقاش موجودة غير في أماكن معينة ومريبة، زي الأماكن اللي فيها مقابر مثلا أو حصل فيها حروب أو حوادث ومات فيها أعداد كبيرة. وده ما حصلش من واحد ولا اتنين، ده حصل من أكتر من مواطن، وكمان كتبت عنهم معظم الصحف العالمية. أي نعم في ناس قالت إن ده مش حقيقي وإن الحساسات دي ممكن يكون حصل فيها خلل وبترصد حاجات مش موجودة، وده احتمال وارد. وصحف تانية قالت ان الناس بتأكد ده كمان في ناس ابتدت تعمل شغل البيضة والحجر، استغلت العربية دي علشان ترصد الاشباح الخاصة برفقائهم الاموات او بيعملوه بمقابل لناس معينة وتبقى سبوبة وبيزنس. انتوا تفتكروا ان ده ممكن يبقى حقيقي او حتى مقصود من تسلا علشان تروج للعربية اكتر، ولا مش معقول يعملوا حاجة زي دي لان دي ممكن تضر بسمعتهم؟ انت ايه رأيك؟ اكتب لنا في الكومنتات. والحقيقة دايما ليها أصل وأنا هقول لكم على أصل الحقيقة. لو عايزين تشوفوا الحقيقة كاملة تابعوني على فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، انستجرام. ولو عاوزيننا نكبر أكتر ونوصل لأكبر عدد من الناس اعملوا شير ولايك للحلقة دي. أما لو انت على اليوتيوب يبقى اشترك في القناة وفعل الجرس. كنت معاكم خالد الشربطلي.